ما تروحش امستردام وانت مش عارف هتعمل ايه هناك. في رحلتي الاخيره لامستردام قررنا نضغط الوقت، وصاحبي عمل لينا جوله مجنونه في اقل من 48 ساعه، جربنا فيها تقريبا كل حاجه هناك، وممكن كنا نقعد ايام عشان نعمل نص الحاجات دي. فخليني اقول لك عملنا ايه. لما وصلنا على امستردام خدنا الاتوبيس ورحنا اشهر قريه ريفيه هناك وهي زانسي شرانس. هناك كانت اول مره اشوف الطواحين الهولنديه وبيوت الفلاحين الهولنديين، ودخلنا مصنع للجبنه اللي بيخليك تجرب انواع جبنه هولنديه مختلفه ببلاش، وتقدر تشتري النوع اللي عجبك بعد لما تجربه، وطعمهم كان خيالي. بعد لفه حلوه فيها رجعنا على امستردام، ورحنا بعدها جربنا البطاطس من اشهر مكان بيعملها من 1980. البطاطس كانت حلوه بس سعرها غالي، تقدر تجيبها من محلات تانية بسعر احسن بكتير. بعدها اتمشينا شويه وخدنا جوله في وسط البلد، ورحنا نجرب مكان من الاشهر هناك وبيعمل ستروب وافل قدامك، وهتلاقي عليه طابور طويل، والصراحه عجب صحابي جدا. بعدها اتحركنا على مدينه زاندام، ودي مدينه جنب امستردام، شفنا فيها واحد من اشهر واغرب الفنادق في العالم، تحس انك دخلت عالم كرتون وبتتفرج على بيوت من المكعبات. هناك جربنا اشهر سندوتش في هولندا وهو الرنجه، سندوتش بسيط جربته في كذا مكان وكان هناك حلو برضه. وفي اخر رحلتنا رحنا جربنا واحد من اجمد الاماكن اللي جربناها في 48 ساعه، وبيعمل حلويات بشكل مختلف وخصوصا الكرواسون، وده ممكن نروح له تاني مخصوص عشان كان عالمي. فلو رايح امستردام قريب اعمل سيف للفيديو ده عشان هتحتاجه، ولو عايز خطه مفصله عنها قول لي في الكومنتات وانا هبعتها ليك.